يا شباب، تريد حصرتش جسم؟ تريد هيك جسم؟ صاحب الوزن الثقيل اللي وزنه أكثر من 100، مثل ما كتب لي واحد من أحد الأصدقاء اللي وزنه أكثر من 100، عليك 3 شغلات تسويها. تاكل وجبة الصبح، وتاكل وجبة آخر وجبة تاكلها بالأربعة العصر، يعني تاكل وجبتين باليوم، وتسوي مشي، تمشي 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 تمشي، وتلقائيا راح تخسر وزنك. آخر وجبة تاكلها بالأربعة العصر، والوجبة الثانية تتريق بيها، تفطر بيها، والوجبة مثل ما قلت انه بالأربعة العصر آخر وجبة، والباقي تقضي كله ماي تشرب ماي وتمشي تمشي تمشي. بعد ما يخسر وزنك بعدين تبرز عندك العضلات. أصحاب الجسم هم مثل ما نقول يعني نحيف ويجيبني هيك جسم، هذا جسمي بنيته وصار يعني بهاي الصورة خلال 6 أشهر. بصراحة خلال 6 أشهر صار جسمي بهاي الصورة. اللي ضعاف مثلي عليهم يسوون شغله واحده، انه نسميه احنا شناو، اللي هي بوش اب بالانجليزي، اللي هي احنا نسميه شناو البوش اب. البوش اب انت تسويه طبيعي، في حال انه تشوف صعب عليك تدفع نفسك بالبوش اب، تبديها من النيجاتيف يعني من السلبي، يعني تبديها من فوق وتنزل شويه شويه للارض، وترجع مره ثانيه من فوق تنزل شويه شويه للارض. راح مثل ما يقول تبني عندك عضلات بجسمك، وراح تبدي مثل ما يقول جسمك يبدي يستوعب اكثر، انه يتحمل عضلاتك تتحمل تشيل جسمك. مثل ما نقول هاي النصيحة الأولى. النصائح الثانية أنزلها بالفيديو الثاني، أنزلها لكم بصراحة، لأن ما أقدر أحط لكم الفيديو واحد، الفيديو يصير طويل. شنو رأيكم؟ وأشوفكم بعدين شغلات إنه شلون أقدر أسوي الكالستانيك، بعدين آخذكم للكالستانيك شلون تسوون وأعلمكم عليه، الفرونت ليفر والباك ليفر وهاي الشغلات والهيومن فلاج. أشوفكم بعدين شغلات رهيبة، خليكم قريبين.